خوخة، ايه ده؟ هو انت تاني؟ اهلا. مفيش حاجة اسمها انت تاني، انا اللي هفضل معاك على طول حتى لو كل اللي حواليك مشيوا على فكرة. تمام، يعني في حاجة يعني معينة حضرتك عايزاني فيها؟ ايه ده مالك، في ايه؟ في ناس كتير كل شوية تنتقدني، بتنتقد كل حاجة فيا، مش سايبة ولا فيا ولا اي حاجة. بتنتقد لبسي وشكلي وطريقتي وتسريحي وصحابي واكل وكل حاجة. كل حاجة الناس بتتدخل فيها، مش ممكن. هو انا للدرجة دي وحشة؟ هو انا للدرجة دي مفيش فيا اي حاجة عدلة؟ اهدي روحي، مش كده. لا طبعا فيك حاجات جميلة وجميلة قوي كمان، وهتفهمي جمالها مع الوقت. امال في ايه بقى؟ طب بصي هقولك على كام حاجة. قولي يا ستي، ما هي ناقصاك انتي كمان، يعني هي جت عليكي انتقدي فيا شوية. لا يا قلبي انا مش هنتقدك ولا حاجة. تعالي بس نرتب افكارنا. اول حاجة، كل الحاجات اللي انتي قلتيها ما فيهاش صح وغلط، كلها حاجات نسبية. تاني حاجة، انتي لسه بتعرفي نفسك وبتكتشفي الدنيا اللي حواليكي، لسه هتكبري وهتنضجي كتير قوي عن كده. اهو اديكي قلتي يعني انا مش ناضجه وكل اللي حواليا بقى انضج مني. ماشي يا ستي، شكرا. لا يا خوخه انا ما قلتش كده، لا طبعا انت انضج من ناس كتير جدا في سنك، ووصلتي لحاجات هم ما وصلوهاش لسه. كده بتكلم عننا احنا يوم عن يوم هنبقى في صوره احسن من اللي احنا فيها. يعني انا المفروض ما اتعاملش مع حد غير لما ابقى انضج؟ لا طبعا اتعاملي عادي، امال هتكبري وتنضجي ازاي اصلا؟ نرجع بس لموضوعنا. احنا قلنا اول حاجة ان مفيش حاجة في اللي قلتيها صح وغلط، وكلها حاجات نسبية. تاني حاجة ان احنا لسه هنكبر وننضج عن كده، يعني ممكن اللي انتقدك يكونوا اكبر منك شوية، في حتة اكبر منك شوية او حتة وصل لها انت لسه ما وصلتلهاش، مش مشكلة يعني. تالت حاجة يا خوخة، ان احنا شخصيات مختلفة. يعني ممكن الشخص اللي بينتقد ده يكون وصل لحاجة فبينتقدك عشان انت لسه ما وصلتلهاش، وممكن تكونوا شخصيات مختلفة تماما، عمركم هتتقابلوا في نقطة. هم مالهم بيا اساسا؟ انا اساسا ما طلبتش رايهم اصلا في حياتي. جيتي لمربط الفرس. مش من الحكمه ابدا ان حد يديكي نصيحه انت ما طلبتهاش، او يعمل نفسه دور المرشد الروحي بتاعك وهو مش انت مش حاطاه في الحته دي. يدخل كده يلعبك في كل افكارك وكل طريقتك وكل قراراتك. على فكره اللي قدمهولك ده تدخل في شؤون الغير وانتقاد مباشر، ده مش نصيحه ابدا. يعني اعمل معاهم ايه؟ ارد عليهم اقول لهم ايه؟ بمنتهى اللطافه ممكن تقولي انا ليا حياتي ومركزه فيها ومنظوري في الحياه مختلف. وكده بقى هما يعني هيبطلوا انتقاد فيا؟ لا طبعا مش هيبطلوا ينتقدوا فيكي، طول عمرنا هنفضل نسمع في انتقادات على فكرة. حتى لو عملتي اللي هم عايزينه هتفضلي برضو تسمعي في انتقادات. بس الفكرة مين اللي رأيه مهم بالنسبة لنا، مين اللي نسمع له؟ كل الناس يعني طالما شايفيني من بره اكيد هيبقوا شايفيني احسن. بس مفيش حد يا خوخة بيرضي الناس كلها، واحنا اساسا مش هنعيش عشان نرضي الناس. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نرضي ربنا وان احنا نكون راضيين عن نفسنا. طالما الحاجه اللي بتعمليها دي مفرحاكي، مفرحه ربنا منك، مش مزعلاه، مش بتيجي على حد، اللي يزعل يزعل، ما يهمكيش قوي راي الناس فيكي يعني. هشوفك تاني. ايه ده؟ طب استني شويه. لا انا عندي عيال عايزه اربيها.